يلا. قبة الغوري السهريج كان بيتخزن في المياه لاحتياجات المكان. عايزين نقول ان الاشرف قنصوة الغوري اخر فتره من فترات المماليك، عصر المماليك، واللي اتهزم امام العثمانيين في معركه مجدبك، وبعدين تلاه الريدانيه في مومباي، وكانت نهايه المماليك 1516 1517 ميلاديه. المكان المنشأة بتدل ان كان في قوة معمار كل الفترة دي اكتر من 800 سنة، وهذا يعني ان الثوابت كانت مستمرة، ثوابت او اسس الحضارة مستمرة. كانوا في ضعف راح يحارب بسيف، ما عندوش نفس الاسلحة اللي عند المحتل او العدو اللي هو العثماني، لكن كان عنده ثوابت. الثاني كان بيحارب بالسيف، ده كان عرف خلاص المدافع، انما عنده ثوابت. المنشآت المعمارية قوية، الفن كان قوي، ملامح. انما احنا في العصر اللي احنا فيه دوت احنا بنستورد كل حاجة تكنولوجية، لكن مفيش ثوابت او اسس الحضارة في اي حاجة، اللي هي العناصر الاولى لبناء اي حضارة ليست موجودة. ولذا لما جه سليم الاول خد كل الفنيين وخد كل الفنانين وخد اصحاب الحرف المهرة، خدوا من الاستانة لنقل الاسس الحضارية او الثوابت الحضارية وعناصر الحضارة. يعني احنا ما نقدرش نقول ان احنا دلوقتي متحضرين، احنا ناس بنستورد، لكن الاسس مش عندنا. المكان ده كان فيه ايه؟ ده فيه ميه، سياري بيخزن فيه ميه لحد فوق. ده المفروض دي اخر حقبه من الحقب المماليك، يعني كانوا بيشطبوا يعني الحضاره. ما بالك بقى الفترات اللي كانت قبل كده اللي كان فيها قوه اقتصاديه اكتر ولا قوه عسكريه اكتر، اكيد كانت افضل يعني. وده بيزعلنا من الزمن اللي احنا فيه.